عايزه اعمل ميك اب بس ابدا بايه؟ بكونسيلر ولا فاونديشن؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض ترتيب الخطوات بتاعه الميك اب علشان ما تحتاروش زيي ابدا. اول حاجه هنبدا بالاي كريم بتاعنا. بعد كده لو عندنا هالات سودا هنحط كوركتور. انا مش بحط في كل حته، انا بحط بس على الحتت الغامقه. بسيب الكوركتور تقريبا دقيقه وبعد كده بعمل له بلاند. دلوقتي كده بعمل بلاندنج للكوركتور. بعد كده بحط الكونسيلر بتاعي على الايليد وبرده هستنى عليه دقيقه قبل ما اعمل له بلاندنج. في الوقت ده هحط البرايمر على وشي، واللي زي ما انتم شايفين هيدي جلو حلو قوي للوش، لان دايما قبل ما احط ميك اب انا لازم ارطب وشي على قد ما اقدر واعمل السكين بريباريشن اللي انا المفروض اعملها قبل اي ميك اب. دلوقتي هبدا اعمل بلاندنج للكونسيلر اللي انا حطيته على الايليد. بعد كده باخد السبونج بتاعتي واللوز باودر وابتدي اعمل تابنج بالشكل ده، وباخد فرشه فاضيه صغيره علشان اشيل بيها اي زيادات. باخد دلوقتي كونسيلر درجه افتح علشان هايلايت الحتت اللي انا عايزه اديها شويه اضاءه. بعمل دلوقتي بلندنج سريع. دلوقتي هنحط لوز باودر تحت العين وهبدا اعمل كونتور بتاعي. طبعا كل واحد على حسب الشيب بتاعت مناخيره. انا مش بطلع الكونتور لفوق قوي لان ده هيطول لي مناخيري اكتر، بقف لحد هنا. دلوقتي هحط الكريمي بلاش بتاعي. زي ما انتم شايفين احنا بنحط كل الحاجات الكريمي مع بعض في الاول. اسيبه شويه واعمل له بلاند. دلوقتي ممكن احط فاونديشن بس حاجه خفيفه جدا بعيد عن كل الحتت اللي انا عملت لها كونتور. دلوقتي بقى ببتدي احط اللوز باودر، بعمل اللي بيقولوا عليه بيكنج علشان كل حاجه تثبت. وبعد كده ببتدي ان انا اشيل اي زيادات واحط حاجه برضو خفيفه جدا هنا على الشيكس علشان ما ضيعش الجلو اللي انا برضو عايزه اوريه. دلوقتي ممكن اعمل حواجبي. هاخد قلم الحواجب عشان املى كل الفراغات اللي موجوده في حواجبي. وبعد كده الخطوه دي اوبشنال لو انتوا عايزينها ولا لا. انا تمام قوي كده. لو عايزين ماسكارا علشان بس نزود الفوليوم بتاع الحواجب ممكن نستخدم براون ماسكارا. انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا بالترانسبيرنت ماسكارا هثبت بس حواجبي. دلوقتي هحط اي شادو. دلوقتي ليه دلوقتي؟ علشان انا مش هعمل هافي اي ميك اب لوك، مش هعمل دراماتيك لوك خالص، هعمل حاجه خفيفه اي شادو خفيف، فاخترت ان انا احطه دلوقتي. لكن لو هعمل ميك اب تقيل في عينيا فانا ببدا الاول بعيني قبل الوش. دلوقتي بقى مرحله الايلاينر. انا هعمل خط رفيع جدا علشان مغطيش الاي شادو اللي انا حطاه. زي ما انتم شايفين انا بلزق في اللاشز جدا ومش هعمل اي وينج. انا عاجبني بس الوينج بتاع الاي شادو. هاخد بقى البرونزر بتاعي اعيد تاني على اللي انا عملته بالستيك. دلوقتي هاخد الليب بلومب بتاعي هحطه وهسيبه على شفايفي 5 دقايق عقبال ما اخلص بقيه اللوك. عقبال ما الليب بلومب يعمل افكت هحط الهايلايتر بتاعي وبفرشه صغيره خالص فلات هبتدي احط هنا في الانر كورنر وتحت حواجبي. اوكي، نسيت اقول لكم ان احنا بالبرونزر برضو هنعمل الحته دي اخر خطوتين. نحط البلاش بتاعنا، نحط شويه هنا شويه هنا عشان بقيه الوش ما يبقاش بيل. ودلوقتي بقى اخر حاجه ان احنا هنحط الليب لاينر. بس حاجه بقى مهمه جدا ان احنا بالليب بلومب اللي عملناه احنا مش محتاجين اوفر لاين الشفايف بتاعتنا. بعد الليبستيك نحط بقى ايه شويه سيتنج سبراي. ريحته حلوه.
ده بالنسبه لي الترتيب المظبوط للستبس بتاعه الميك اب. قولوا لي لو انتوا بتعملوا اي حاجه مختلفه، عرفوني لو هي براكتيكال اكتر من اللي انا عملته لكم.